الناس لو ما شافتش ثقتك في عينيك مش هيدوك فرصة انك تثبت نفسك. سد ودانك وما تسمعش لحد، اسمع لنفسك. الناس بتعيش عشان تتفرج على حياتك، ففرجهم على اللي انت عاوزه يتشاف. انا عايز اقول لك ان انا جاي لك النهارده هربان من احباطات الدنيا. يعني قعدت اقول طب الناس هتقبل اللي احنا بنعمله، هننجح ولا مش هننجح، عمال اقدم في خطوه واخر في خطوه، وما كنتش هاجي اصلا. بعدين قلت لا، انا مش هسيب نفسي لافكاري تاني، وشوحت بايدي كده. شوحت جامد على فكره، وقفت واقفه مع نفسي. وجيت النهارده اصلا عشان الولاد، قلت الولاد لازم يقفوا نفس الوقفه. هات لي الولاد بتاعتك. صباح الخير او مساء. كم واحد فيكم واقف محله سر لمجرد انه مش واثق في نفسه؟ طب بالله كم واحد فيكم عنده موهبه او عنده ميزه محدده لو خرجت للناس هتبهر الكل؟ طب ايه اللي موقفك؟ ايه اللي موقفك يا حبيب بابا؟ ايه اللي موقفك يا ضناي؟ ما تبدا. انت مش قادر تبدا عشان انت خايف انك تفشل. الخوف من الفشل، الكلمه اللي بتعمل لنا ارتكاريه في دماغنا. الخوف من الفشل احيانا مش بيبقى خوف من الفشل نفسه، بيبقى خوف من نظره الناس، من الشماتة، من الإحساس إنك مش كفاية، من تريقتهم وتنمرهم عليك وإنت لسه بتبدأ. بص الواد فاكر نفسه هينجح، ده عبيط ده ولا إيه؟ خليك يا ابن لذين، إيه الهبل اللي أنت بتعمله ده؟ الناس دي نجاحك بيحرق فيهم، وإنك تسمع لسلبيتهم كأنك بتكب على نفسك البنزين وبتديهم الولع. هو ولعوا فيا، اتفضل يلا احرقوه. محدش هيولع فيا غيرك، هنحلف. أنا رايح فين؟ مش ولعتك دي، مش ولعتك. عارف نفس الناس دي، نفس الناس اللي أحبطت فيك وخلتك مش عايز تكمل ومش واثق في نفسك إنك تكمل. أول ما تبدأ أول خطوة تنجح فيها، أول خطوة يبان عليك النجاح. ده أنا كنت أكتر واحد مؤمن بيه، كنت دايما بشجعه، كنت دايما بقول له أنت هتبقى أنت. أقف، شد بلاستر على عينك، ما تبصش لحد، بص لنفسك. سد ودانك وما تسمعش لحد، اسمع لنفسك. ابدأ أول خطوة من عندك. عارف لما تفضل تفكر كتير في الخطوة الأولى لدرجة إن أنت ما بتتحركش، ده اسمه شلل الفشل. ما تسمحش لحد إنه يشلك. خايف من إيه؟ خايف تطلع غلطان؟ خايف تطلع ان انت الشخص الوحيد اللي شايف ان انت عندك حاجة مش عند حد؟ طب حرقا للأحداث، انت هتطلع فعلا عندك حاجة مش عند حد. ربنا خلقنا مختلفين، كل واحد فينا عنده الميزة اللي بتميزه عن الشخص التاني. ابدأ بإيمانك بنفسك. الناس لو ما شافتش ثقتك في عينيك مش هيدوك فرصة انك تثبت نفسك. ما تفكرش كتير، just make a jump. خد نفس عميق وارمي نفسك في المية وسيبها هي ترفعك. غرقت، أنا آسف، بس بالله ما تبقاش على الله حكايتك وتقول لا ده أنا سمعت واحد في راديو روم وسيم جميل أتراكتيف وتقول له انه قاعد يشجعني ويقول لي ثق في نفسك واعرض موهبتك، وفي الاخر الاقيك من ضمن مجموعه يا جماعه انا لقيت ده هنا وقلنا نقطع النت عن مصر. لا، الموهبه مش بتتخلق بالاجبار. لو ما عندكش موهبه دور على الحاجه اللي انت مميز فيها. ابويا كان دايما بيقول لي ما تتنططش على الهوا، يعني ما تفضلش تقول انا وانا وانا وانت مفيش. النجاح هنا مش قصدي بيه موهبه وبس، كل واحد فينا ليه دور مهم بالنجاح، لازم يكون واثق فيه وواثق من اهميته. فابدا دور على دورك. يا سلام، تحفه. انت لسه قاعد لسه خايف انك تفشل؟ هو البعيد ايه؟ تعالى هقنعك. ارجع معايا كده كام سنه لورا لما كنت صغير وانت بتتعلم المشي. وقعت كم مره؟ حد قال ساعتها ده طفل فاشل؟ بص ده بيقع، ده مش هيتعلم المشي ده. لا طبعا، قالوا عاش هيتعلم، طبيعي انه يقع في الاول. طب ليه لما بنكبر مش بندي نفسنا فرصه ان احنا نقع تاني؟ ما نقع، ما تقع يا ولد، ما تقع يا حبيب بابا. مين قال ان احنا لازم ننجح من الخطوه الاولى؟ 5 في الجد. لو بقسماطه بس سقسقه هنا جالك من غير عشم والله. الخوف بيخلينا نعيش حياة على مقاس الناس مش على مقاسنا. بتشتغل شغلانة مش بتحبها عشان ما تبقاش عاطل. بتتجوزي واحد ما بتحبهوش عشان ما تبقيش عانس. ما تجريش ورا حلمك، ما هو مش هتنجح. كان اللي قبلك نجح. ما هو ده الفشل بذاته، انك تخضع لآراء الناس فيختفي رأيك بالتدريج، ده فشل. الناس مش هتعيش حياتك، الناس بتعيش عشان تتفرج على حياتك، ففرجهم على اللي انت عاوزه يتشاف. دي حياتك مش حياتهم. النجاح الحقيقي مش معناه انك ما تقعش، النجاح الحقيقي معناه انك تقع وتقوم، تضحك وتكمل، انك تغلط وتتعلم وتعيد تاني وتغلط تاني، فده بس المهم انك تكمل. وخليني اقول لك سر صغير، اكتر ناس بتخاف من الفشل هم اكتر ناس عندهم طموح. يعني ان انت خايف معناها ان انت عاوز تنجح، وده بحد ذاته خطوه. خطوه ايه خطوه دي؟ يعني استنى، يعني ايه خطأ؟ يعني ايه خطأ؟ ده انت خليتها خطأ خالص. وزي ما أصدقاء الطفولة سابق ولاحق كان بيقولوا لن يهزم أبدا من سعى نحو الانتصار، فاسعى وما تخليش الخوف يأيدك. أبويا كان بيقول لي دايما وأنا صغير اللي خاف من العجاج ما بيزرعش، فازرع وما تخافش. يلا يا واد أنت هو أمه بلاش كلاح، عايز أشوفكم وأنتوا بتنجحوا، وإلا وديني هقطع عنكم المصروف. يعني إيه اللي بيخاف من العجاج ما بيزرعش؟
انت عايزني اقول لك معنى المثل ببساطه كده؟ انا قعدت طفولتي بدور عن معنى المثل ده. انت متخيل ان طفل عنده 7 سنين يتقال له ان اللي يخاف من العجاج ما بيزرعش؟ بقيت خايف ازرع يطلع لي عجاج من حيث لا ادري. يعني يا ريت مثلا ابويا لما قال لي المثل قال لي المثل ومعناه، لا هو انا نازل الشغل يا حبيبي بس حبيت اقول لك قبل ما انزل ان اللي يخاف من العجاج ما بيزرعش، خلي بالك. فنزل وساب طفولتي بقى مشرده معلقه مبهمه، مش فاهم معنى العجاج ايه. فسيرش انت بقى يا عم فارس. يا جماعه يبقى قولوا الفارس معنى العجاج في الكومنتس عشان شهر. انا محمود وائل وده راديو، دمتم سالمين. يا حبيبي ده اللي يخاف من العجاج يطلع له يزرع له ايه فضحنا النسكافيه ده رهيب. كوبلي بالله عشان قربت اخلص. النسكافيه كان على الارض. يا سلام تحفه. بس انا قلت لا، انا مش دبانه وقفت على راسي برضه. نوكيا واضاءه لمبه ليد اوكي ليد صور في ناس بص الواد رفعت حصان. خليك يا ابن رزين، ايه الهبل اللي انت بتعمله ده؟ حاسس نفسي ملبوس وانا عمال اكلم حد بس مش موجود. كنت دايما بقول له انت هتبقى انت. زيبو. يعني ايه اللي يخاف من العجاج ما يزرعش؟ قال لك ما يزرعش. اللي بيخاف من العجاج ما بيزرع.